أنا مريم قبرو جورجيس من القحطانية. بحب أعطي كلمتي لهالشعب عشان يستفيدوا منا وياخذوا عبرة منا. في من عم يقولوا كمامات وما بعرف ايش وهيك، يعني مو كويس. بالعكس الكمامات هي وقاية ومشان الإنسان يحمي حاله ويقي نفسه كمان من غيره، بلكي حدا معدي يعديه بالثاني، يعني يعطس راح ينعدي، بالعكس هيك يحمي نفسه ويحمي اللي حواليه، انه مو لحاله عايش، في عايش مع عالم عم يتعامل مع ناس. خلي الإنسان يتعامل مع كل شخص على أنه مصاب عشان ياخذ احتياطاته وحذره، خاصة الأطفال الصغار ما لهم ذنب، يعني لازم هن كمان ندير بالنا عليهم، ننبههم على كثير شغلات، ما يلمسوا الأشياء، ما يمدوا إيدهم مشان الوقاية. ويعني أكثر شيء لازم يضل الإنسان بالبيت، الإنسان بالبيت يعني ياخذ شلون احتياطه وحذره من كل شيء، مو إنه عم يقول لك خليك بالبيت مشان شيء ثاني، لا مشان مصلحتك الشخصية، مشان الشعب يقي نفسه من هالمرض، ونحن بمجهودنا كلياتنا مع بعض رح نتخلص من هذا المرض إن شاء الله وبإيد وحدة. وأنا بالنسبة لهالفرض تبع الكمامات أنا معه كله 100%، يعني حتى أنا وأولادي الصغار كمان كلياتنا معا، والشعب كله لازم يكون يعني نفس الشيء، إنه الكمامات هن يعني الأساس الوقاية للشعب، يعني يلي يقول ما أحط كمامة هذا يبقى لحريته الشخصية، بس هالشيء غلط بالنسبة له، إنه بلكي يعدي غيره، لازم يحط كمامات مشان يقي نفسه ويقي غيره، بلكي مصاب يتعامل مع أي شخص كأنه مصاب. خودی اف چیکا کماما براستی باشه جبونا یکیه هنگ جی مثلا مصلحتا خو نزانن اف صندلیه به درمان اجی استحکامی کرنی دا اف کماما ب 300 ورقی هنگ جدنا ب 400 هنگ 500 هنگ بدم 600 عالم فقیرم ناخوازن ولو استحکامی ناف بلد تشیک به اف کماما جبونا یکیه جبون صحتا یکی جبون چیکا یکیه عالم ولو جی ولو اف كورونا سهل کرنا كورونا نسهله، يعني قطوري جدي اف حاسه كي بيت كافن اف قادر بيت كافن اف بيدري اهلته بس بي خستنا ولو شغلي حنكه خو كورونا انا حنكه كماما هركز ديني تشيترد بهجم ساعات خوش. مرض الكورونا لازم الكمامة تظل 4 ساعات وبعدين نكبها، وبس نروح على البيت لازم نغسل ايدينا ولازم نحافظ على حالنا، والكمامة تظل 4 ساعات ونكبها. كل العالم ما تطلع خاصة الصغار، تحموا حالكم بالبيت، نتمنى تحطون كمامات. اما محلاتي خضره سوقات الرسميه جيبوا بيه مسألة كورونا كيلو ملطمة حظر جمع شيء قرنا هوالا وممنوع الجولة جيبوا بينا خوشي جيبوا ملط يعني قلقي باشا ملط خب بارزي واما مسألة كمامات دركتيم هو كمامات يعني لبقى ديني والله باشا قوم ملط بيني باشا وإيلو قرار دركتيا تنفيذها كمامايا إيلو ملط حموب كمامايا ولبقى جي دسيوادنا وملط إيلو يعني أبقى لنا نفسنا قلقي باشا موش وهابي أنا خوشي قبل أبيا ومرد بيدي هشوايا وأبقى لا درجة تيجي جوا حفلة يعني جا مرد بيت نيني ويلوت كاني ما حمو قرتينا جوا بين خوشية بس كاني ما خضرة وسمانة قوشت وعيادات بكرينا ودكتور بكرينا أو أزمات سوق دنينا ويعني إلو آريكاري هيا يعني مرد حمو بين خوشية قد بارزي أمن خوشي يعني كتير منطقة ده بيش نكتير منطقة ده كتير منطقة ده بلا يعني قص يقولوا نقي حنك اما ابن خوشي كثير منطقه ده ولا ابويا يعني. مرحبا انا اسمي عبد الله، لازم تنتبهوا على حالكم كثير وتلبسوا كمامات، وبس ترجعوا من اللعب او من الشغل غسلوا ايدينكم بالمي والصابون منيح. ما بدنا من الصغار، ما بدي من الصغار يطلعوا من البيت بدون كمامة. بيرن تشتكي باشا جي افرزا كمامة ام هيفينج ملطخ التزام بكن فيشتي يعني كمامة تبدا وهيش خواب او بخو ملط بخو كاري بارسنا خو كيد مالي خو دب نغو تشتكي ضروري بيج مالي خو درنا كافن
دي الصيدلي جي او جي استحكاميه كان شما يعني اداره ذاتي فرض كنا صار مرات انه كمامه خل كان قالك تب كمامه دين او جي استحكاميه كان مثلا هناك قدنا بشهر صدي هناك قدنا بين صدي هناك قدنا بشهر صدي يعني تسعيرك جوار تنا قالك تسعيرك جوار دين او جي فرض كان سر وانا انه بسعرك بفروش انت انا فقير مثلا نكان روجي دجار سجاره كمامه خو بدلين مثلا كمامه روجي 1500 درهم كمامه بكري مثلا لبكا بكري يقولك عاري كهريب ملات رجي هبه الصيدليه هرن زي الصيدليه مثلا سعرك محدد جوار دينا تب سعرك بفروشن وتشتكي باشا فرزا كمامه امبير انا يقولك الزوفه داس بيكر بانا وساعتها وحش